صباح الخير. احنا النهاردة رايحين زيارة للريف المصري، حاجة كده هتنقلك لمود تاني خالص. حياة هادية وبسيطة، الناس هناك قلبها صافي، ناس على نياتها بتربطهم عادات وتقاليد، محدش بيسيب التاني لا في فرح ولا في حزن. يعني انتوا عارفين جدتي كانت بتقولي زمان لو حد كان عنده فرح تلاقي الجيران كله جاب خير من اللي عنده، تلاقي الصواني داخلة خارجة، كله بيقدم اللي يقدر عليه. نفس الكلام لو كان حد عنده حالة وفاة تلاقي أهل البيت مش بيعملوا أكل، الجيران بيقوموا بالواجب وبيوجبوا مع الناس اللي جاية من أماكن بعيدة. حاجة كده صعب تلاقيها في أي مكان تاني. وادي هي الأراضي بدأت تظهر. بصوا بقى النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض الزرع الأخضر، هنشوف الخضرة اللي احنا بناكلها وهي لسه على الشجر، يا عيني. هنشوف الغيطان والجاموس وأبراج الحمام والقناية اللي بيسقوا بيها الزرع. هنشوف الحياة الجميلة بعيدا عن دوشة المدينة والزحمة بتاعتها. بس لو لسه ما اشتركتش دوس بسرعة اشتراك وفعل الجرس ودوس لايك، وان شاء الله الفيديو هيعجبكم. ودي اول ما وصلنا اهو، اول حاجة قابلتنا نخل البلح الاحمر التحفة ده، يعني بجد منظر كده يخلي النفس تنسى اي حاجة. حتى اختي قالت لي انت مبتسمة كده وشك مش هيكشر تاني. يعني انا اول مرة اشوف النخل ده، نخل صغير، شايفين صغير مش عالي، مش زي النخل اللي احنا عارفينه العالي ده، لا بصوا نخل صغير ومطلع بلح، والبلح ده من غير بذر، اللي هو لما سألت قالوا لي ده بعد كده اللي هيبقى العجوة. بجد تحفة ومسكر جدا. وادي ده شجر البرتقال، هنشوفه دلوقتي اهو. شايفين البرتقال الاخضر ازاي على الشجر؟ منظر جميل جميل قوي. شايفين؟ بس هو طبعا عشان لسه مش اوانه فلسه اخضر، لسه ما استويش، حتى احنا قطفنا منه قشرناه لسه ناشف مش مستوي لسه. شايفينه؟ شايفين ازاي على الزرع؟ وادي ده الفرن اللي بيخبزوا عليه. طبعا ده دلوقتي بقى حاجة اثرية، حاجة مش موجودة دلوقتي، بقى قليل قوي اللي بيستخدموه. شايفين ده النعناع، عاملين له دليلة كده علشان الشمس ما تحرقوش، اهو ده اللي في الارض ده نعناع ومغطينه. انا عاجبني قوي البرتقال ده، كل شويه اصوره. جميل. وده شجر الزيتون، بصوا شايفين الزيتون الاسود؟ شايفينه عامل ازاي؟ ده استوى بقى، ده خلاص هيلموه. بجد تحفه قوي. بصوا ده الكرنب وهو لسه طالع صغير، ده كرنب صغير اول مره اشوفه. شايفين عامل ازاي وبيتزرع ازاي؟ بيبقى في الارض كده. دي بقى اشجار المانجا، بس طبعا عشان المانجا خلاص اتقطفت فده شكل الشجر بتاعها. بجد كان يوم جميل قوي واتبسطنا جدا، وحاجة كده تفصلك عن الزحمة والدوشة بتاع الحياة اليومية. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم دوسوا لايك. سلام عليكم.